بيبتدي فيلمنا مع ضابط جيمس وهو بيحضر مع أسرته احتفالية كبيرة بترقية 3 ضباط زمايله من أبناء المدينة، وبنعرف إن جيمس ضابط عمليات خاصة في الجيش وعنده خبرة كبيرة وقام بعمليات كتير خارج الحدود، وبسبب حساسية شغله فهو وزمايله بيخضعوا لفحوصات دورية للإطمئنان على جاهزيتهم، ودايما جيمس بيحب يتدرب حتى وهو خارج الوحدة رغم إصابة ركبته المزمنة نتيجة العمليات السابقة، واللي بياخد لها مواد كيميائية طبية عشان يتعافى من الإصابة بشكل مستمر، وبيكون مخصص مكان بعيد عن البيت عشان يراجع المعلومات اللي لازم يدرسها لشغله. وبعد نهاية اليوم بيرجع للبيت وبتكون براين زوجته في انتظاره وكمان ابنه جاك، واللي بيديله رسمة فيها طيارة حربية وده لأنه عايز يطلع ضابط زي أبوه. وجيمس بيحب يقضي وقت كتير مع جاك ويلعب معاه لأنه كان بيغيب عن البيت فترات كبيرة بسبب شغله، ولكن الحياة الهادية الجميلة دي مش هتطول وهتتقلب في لحظة، وده لأن في إحدى أيام الأجازة بيجي اتصال لجيمس من زميله وبيعرفه إن القائد هيعمل اختبار لكل الفريق ولازم يروح بكرة. وفعلا بيروح جيمس للوحدة، ولما بيدخل بيعرف إن فيه قائد جديد للوحدة واللي بيقول لجيمس إن الفحوصات بتبين إن عمل الرئتين بيأثر على أدائك في الارتفاع العالي وتحت المية، لكن جيمس بيعرفهم إن اشترك في دوريات قتالية كتير من غير ما يلاقي صعوبة في التنفس، ولكن المشكلة لما بيعرفوا القائد إن كمان تحليل الدم بيظهر وجود مواد كيميائية محظورة. ساعتها بيقول له جيمس إن ده بسبب إصابة الركبة وإنه عمل كده عشان يبقى مع الفريق، فبيقول له القائد بسخرية إن مش عارف إزاي اللي قبله كانوا بيقبلوا بحاجة زي كده، وبيعرفوا إن بعد دراسة ملفه هيتم تسريحه من الجيش بدون الإشارة المشكلة دي في ملف خدمته، ولكن هيفقد معاشه تقاعدي عشان ما كملش المدة المحددة في الخدمة. وبيسمع جيمس الكلام وهو كاتم الغضب جواه، بعدها أدى التحية وانصرف وهو مش قادر يصدق إنه تحول في لحظة من ضابط ليه قيمة كبيرة لشخص عاطل عن العمل. ولما بيروح بتتصدم براين من اللي حصل، خاصة إن ما عملوش الاختبار ده من سنين، فبيقول لها إن القائد الجديد عايز يغير أفراد الوحدة وبيخترع أي حجة لكده، وحتى لو هشتكي فالموضوع هيكبر أكتر لأنه استخدم مواد غير قانونية لعلاج ركبته، ولكن المشكلة دلوقتي إن الديون اللي عليهم مش هيقدروا يسددوا اقساطها. وبيطمنها جيمس وبيقول لها إنه هيلاقي شغل قريب قوي. وفي يوم بترجع براين من بره بتلاقي جيمس على سطح البيت بيركب ألواح خشب، واللي بيتفاجئ لما بتعرفوا إن ميسون زميله مات، وبراين كانت قلقانة عليه لأن ميسون مر بنفس الظروف لما ساب الجيش وفضل فترة كبيرة مدمن للكحول، لكن بيطمنها جيمس وبيقول لها إنه كل شيء هيبقى كويس. وبيروح تاني يوم جيمس لجنازة صديقه وبيقف يتخيل إن مصيره هيبقى زيه في يوم من الأيام، وبيجي له مايك صديقه وكان زميله في الجيش وبيتكلموا مع بعض عن زميلهم، وبيعرض عليه يقضي اليوم معاه ويشوف بيته الجديد، وبيروح معاه جيمس وبيعجب ببيته الجديد وبيبقى مبسوط وهو بيقضي الوقت مع أسرة مايك، وبيفضلوا يتكلموا عن ذكرياتهم لما كانوا في الجيش. وبعد العشاء بيسأل مايك ليه مختفي الفترة اللي فاتت، فبيعرفوا إن تم تسريحه من الجيش وما كانش في أحسن حال، فبيتضايق وبيعرض عليه إنه يشتغل معاه. ومايك بيكون شغال في شركة أمن خاصة تابعة للمخابرات الأمريكية، وده نوع من الشركات بتتعاقد معاها المخابرات عشان تقوم بعمليات خاصة ولكن بشكل غير رسمي، فبيوافق جيمس، خاصة إن مايك قدر يستقر بعد الجيش ويشتري بيت جديد لأسرته. وبعد كذا يوم بياخدوا مايك عشان يقابل الرئيس بتاعهم، واللي بيكون بيته وسط مزرعة كبيرة، والرئيس بيكون اسمه راستي وكان عميد سابق في الجيش. ولما جيمس بيقعد معاه لوحدهم بيلاقي ملف عنه موجود مع راستي وبيبقى عارف عنه كل حاجة، وبيبدأ راستي يتكلم معاه في تفاصيل الملف وبيعرفوا إنه حاسس بيه لأنه كان ضابط سابق وإن الجيش بياخد شبابهم وقوتهم من غير ما يتكافئوا على التضحيات اللي بيقدموها، وعشان كده هو قرر يعمل شركة خاصة ويبني شغل ليه ورجالته. ولما بيسألوا جيمس عن نوعية العمليات فبيعرفوا إنهم بيتعاملوا مع قضايا الأمن القومي وببساطة يعتبروا فرع سري للمخابرات. بعدها بيقول له راستي إن في قضية مهمة في برلين خاصة بالأمن القومي، وبسبب إنه خدم قبل كده في الشرق الأوسط فهو اختاره للمهمة تحت قيادة مايك، وبيقولوا إن هياخد شيك ب50,000 دولار يسدد ديونه وهيكون مقدم لعمليات كتير بينهم. وبيروح جيمس للبيت وبيدي لبراين الشيك وبيعرفها إنه خلاص هيبدأ الشغل، لكنها كانت قلقانة جدا لأن المبلغ كبير وأكيد المقابل هيبقى كبير برضه، لكنه بيطمنها وبيعرفها إنه هيغيب 3 أسابيع بس. وبعد يومين بيروح جيمس المكان متفق عليه وبيسلم متعلقاته الشخصية لأنه هيسافر بعدها بهوية جديدة، وبيوصل فعلا لبرلين عاصمة ألمانيا وبيروح للفندق اللي هيقعد فيه. وهنا بتجيله كيتي واللي بتكون واحدة من الفريق وبتعرفه الهدف والمطلوب إنه يراقبه، واللي بيكون دكتور في علم الفيروسات واسمه سليم وبيشتغل على أبحاثه في معمل خاص. ولما بيسألها عن مدى خطورته فبتقول له إنه بيحاول يطور فيروس عشان يستخدمه كسلاح لأنه مرتبط بجماعات مسلحة. وبيجهز جيمس نفسه وبيروح على مكان قصاد بيته وبيتخفى عشان يراقبه، وبيشوف إنه متجوز وعنده ولدين وعايش حياة طبيعية، وبيفضل ياخد له صور على مدار اليوم لدرجة في مرة قدر يعمل زوم ويعرف الرقم السري لمدخل البيت، وبينتقل وراه كمان في المعمل. ومرة شاف عربية وبيخرج منها حيوان وبيدخله المعمل، وفي يوم تاني بيشوف حد مهم جاي له البيت، وهكذا لغاية ما قدر يعرف كل اللي بيتعامل معاه. وبعد مرور أيام بيجي رسالة لجيمس من مايك وبيقول له يروح لعنوان معين، وبينتقل جيمس للمكان اللي قال له عليه وبيستنى لغاية ما بيوصل مايك وبقية
الفريق، وبيكون المكان فيه كل المعدات والاسلحه اللي هيستخدموها. وبيبدا مايك يعرفهم ان الهدف خريج جامعه هارفارد الامريكيه، وانه متخصص في دراسه الفيروسات المختلفه اللي بتصيب البشر. وبعدها انتقل لبرلين عشان يستكمل ابحاثه بتمويل من شخص مرتبط ببعض المؤسسات الاجراميه، وبيحاول دلوقتي يكون فيروس في المعمل بحيث يستخدم كسلاح بيولوجي. وبيراجع معاهم تفاصيل المهمه وبيطمنهم ان المعمل قريب من الغابات ومش عليه تامين كويس. وبعدها بيجهز الفريق وبينطلق ناحيه الهدف، وقرروا يروحوا من خلال الغابه عشان محدش يلاحظهم. واول ما بيوصلوا لمكان المعمل بيروحوا للحارس ويثبتوه، وبيستخدموا بصمه ايديه عشان يدخلوا من البوابه. وبيطلعوا واحد واحد وبيتاكدوا ان محدش موجود، لانهم اختاروا الوقت المتاخر ده تحديدا عشان يضمنوا وجود سليم لوحده. وبيفضلوا يدوروا عليه لغايه ما بيلاقوه. بعدها بيكلبشوا ايديه وبيبدا يستجوبوا مايك، وبيسالوا اذا كان كل ابحاثه موجوده في الكمبيوتر ولو فيه نسخ احتياطيه. سليم كان مرعوب، وبيعرفوا ان كل شيء موجود في الكمبيوتر ويقدر يتاكد بنفسه. وفعلا بيتاكد واحد متخصص من الفريق من كلامه، وبيلاقي الابحاث كلها في الكمبيوتر. وفي الوقت ده بيجي رساله من كيتي اللي مستنياهم في العربيه، فبيعرف مايك ان الشرطه على علم وهي في الطريق، وبيامرهم يقتلوه ويخلوا كل شيء كانه حادث طبيعي. وبعدها طبعا بياخد اجهزه الكمبيوتر، وبيروح جيمس للدكتور عشان يخدروا قبل ما يحرقوا المكان عشان تبان حادث. لكن بيفضل يترجاها انه ما يقتلهوش، وبيقول له انه مش فاهم هو بيعمل ايه لان ابحاثه هتنقذ ارواح كتير. وجيمس بيكون متردد، فبيقول له الدكتور ان لو عنده ضمير فيه نسخه من بياناته محفوظه في صندوق الودائع بتاعه عشان يتاكد بنفسه. ولكن جيمس بيخدروه وبيستنى لغايه ما بيغمى عليه، وبيقطع الكلبشات اللي في ايديه. وبعدها بيحرقوا المكان وبيهربوا بسرعه. ولكن اول ما بيخرجوا بتكون الشرطه وصلت، وبيبدا اطلاق نار عنيف بينهم، وبيقع ضباط من الشرطه. ولكن واحد من الفريق بيتقتل، فبيروح مايك عشان ياخد منه الشنطه، فبيتصاب في رجليه. وبعدها كيتي كمان بتتقتل، وبيفضل جيمس يقاوم الشرطه، وبيضرب عليهم قنبله دخان عشان تشتتهم. وبيشيل مايك على كتفه وبيجري بيه لجوه الغابه، والشرطه برضه وراهم لغايه ما بيوصل للبحر والدنيا كلها ضلمه. وبينزل مع مايك وبيغطسوا لتحت لغايه ما بيلاقوا مصرف ميه وبيدخلوا جواه. وبيبدا جيمس يعالج الجرح بتاع مايك وبينقل له دم بعد ما نزف. وساعتها بيطلب من جيمس انه لو مات يبقى هو اول واحد يعرف زوجته بالخبر. وعلى الناحيه الثانيه بتكون الشرطه والمطاف انتشرت في المنطقه، وكمان الخبر وصل للاعلام. وبعد ساعات بيفوق مايك، ولكن المشكله المره دي هي رجل جيمس، لان الاصابه القديمه رجعت بشكل اقوى لانه شال مايك وجري بيه مسافه كبيره وما كانش قادر يروح معاه. فبيقول له جيمس انه يروح هو بسرعه عشان العمليه ما تفشلش، وانه هيحصله لان محتاج يرتاح على الاقل 24 ساعه. لكن مايك بيرفض، فبيحذروا جيمس انهم ما يعرفوش ايه اللي في الكمبيوتر ولازم يلتزم بالخطه. فبيعرفوا مايك انه هيروح برلين ويسلم الشنطه، وهيكلموا على الفندق المتفق عليه. وتاني يوم ركبه جيمس بتتحسن شويه، وبياخد الدواء بتاعه وبيطلع لفوق مره تانيه. ومن حسن حظه ما لقاش حد، فبيحاول يخفي نفسه على قد ما يقدر. وفجاه سمع صوت رصاص، فعمل احتياطاته واخد المسدس. فشاف عربيه واقفه وسط الغابه، وواضح انها الناس بتصطاد. فاخد منها ازازه ميه وكمان هدوم، واكل وفضل مستني في الغابه لغايه ما الدنيا تليل. وبدا يتحرك في هدوء بعد ما غير هدومه لغايه ما وصل للفندق. ولما بيطلع لاوضته بيتاكد ان مفيش حد، وبيلاقي هدوم جاهزه وكمان فيزا والباسبور بتاعه. واخد وقته عشان يكمل علاج رجليه. وفضل مستني مايك يتصل بيه لكن بدون نتيجه. فبيجهز حاجته وبيروح لمحطه المترو، وبيشتري موبايل وشريحه اتصال. بعدها بيتصل براستي وبيساله اذا مايك تواصل معاه. فبيعرفوا راستي ان مايك ما وصلش لبرلين اصلا. وبيسال جيمس عن موقعه دلوقتي عشان في فريق هيخرجوا من هناك للمطار لانهم في ورطه وقربوا يتكشفوا. فبيقول له جيمس على اسم محطه المترو، وبيكلم راست الفريق وبيقول لجيمس يروح للجسر اللي جنب محطه المترو خلال 15 دقيقه. وفعلا بيروح جيمس للجسر وبيكلم راستي، واللي بيعرفوا ان فيه عربيه لونها بني واقفه ولازم يركب بسرعه. لكن جيمس بيشوف موتوسيكلات محاوطه المكان وعربيات تانية واقفه، وبيحس انه كمين. فلما بيسال تاني عن مكان مايك بيقول له انه ما يعرفش. فبيعرف انه كمين فعلا، وانه كمان قتل مايك بعد ما العمليه اتفضحت. فبيمشي من المكان، وفجاه بيتضرب نار عليه من ناس على موتوسيكل وبيبداوا يطاردوه. فبينط من الجسر في البحر وبيعوم لغايه ما بيوصل للناحيه التانية، وبرضه هم وراه لغايه ما بيقدر يوقع واحد منهم وياخد مسدسه. وبيتبادل معاهم ضرب النار لغايه ما بيوصل لباب المصرف. ولما بيدخل بيبدا يكسر مصادر النور عشان يحجب عنهم الرؤيه. وبداوا يدخلوا عشان يقتلوه لكنهم ما كانوش شايفينه. وفجاه بيهجم على واحد منهم وبيقتل صديقه، وبيشتبك معاه لغايه ما بيطلع سكينه عشان يقتل جيمس، لكنه بيقدر يسيطر عليه ويغرز السكينه في قلبه. ولسه التالت هيضرب جيمس بالمسدس، فبيشتبك معاه بسرعه وبيوقعه على الارض، وبيفضل يضرب فيه بالحجر لغايه ما بيموت. وبيروح للشخص اللي طعنه وبيكون خلاص قرب يموت، وبيعرف منه انه كان ضابط سابق ومبعوث من راستي عشان يقتله. وبدا يعتذر لجيمس لانهم المفروض يخرجوه فعلا، لكن التعليمات اتغيرت في اخر لحظه، والمفروض انهم ضباط ويحموا بعض مش يقتلوا بعض. بعدها بيوري له صوره، وبيعرفوا ان مكتوب في ظهرها رمز ورقم تليفون لشخص يعرفه وما بيكونش شغال مع المخابرات عشان يساعده. وبيروح بعدها جيمس لبيت الدكتور، وبيدخل من الباب الخارجي لانه طبعا عارف كلمه السر لما كان بيراقبه.
ودخل على اساس انه جايب لزوجته بريد، واول ما بتفتح الباب بيهددها انه هيقتل عيلتها لو صرخت، وبيسالها عن صندوق الودائع بتاع زوجها، فبتقول له موجود في البنك السويسري. فبيروح معاها بالعربيه ومعاها ابنها كانه صديق ابوه لغايه البنك، وبتروح بعدها تجيب الصندوق وبترجع، فبيلاقي فيه تاب وعشان يتفتح لازم تجاوب على اسئله معينه خاصه بالعيله، وبتجاوب الزوجه وفعلا بيتفتح التاب وبيلاقي فيه الملفات وبيخرج بهدوء من العربيه. وفي الليل بيتكلم مع الرقم اللي كان في ظهر الصوره وقال له على الرمز عشان يتاكد انه امان، وبعدها بتيجي عربيه عشان تاخده، لكن جيمس كان حذر في الشخص اللي اتصل بيه واللي بيكون اسمه فيرجل، واول ما دخل العربيه غرزه بحقنه مخدره. وبعد ساعات بيصحى جيمس بيلاقي نفسه على سرير طبي ومتكلبش فيه، وبيحاول يفك نفسه وبيسال عن شنطته، لكن فيرجل بيطمنه وبيوري له ان شنطته في امان، وبيقول له انه عالج رجليه قبل ما تتصاب بعدوى، وبيعرفوا انه عمل كده للامان الشخصي، لكن بيصمم جيمس انه يقوم بس ما بيقدرش، وبيعرفوا فيرجل انه لازم يرتاح. ولما بيفوق بيفتح التاب وبيلاقي فيديو للدكتور بيتكلم فيه لزوجته وابنه، وبيقول لهم انه كرس حياته للعلم، وانه ساب نسخه من ابحاثه هنا واللي هتساعد بشكل كبير في مكافحه الفيروسات المنتشره ومتحوراتها، ولكن ده هيبقى ضد مصالح اصحاب النفوذ، وبيعرفهم انه بيحبهم وبيتمنى دايما يبقوا فخورين بيه. وهنا بيكتشف جيمس ان الدكتور ما كانش بيشتغل مع مؤسسات اجراميه بتضر بالامن القومي، بل على العكس كان بيشتغل لصالح الناس، وذنبه الوحيد انه عايز يساعدهم. وجيمس كان بيبكي وهو بيسمعه وندمان على اللي حصل، وبيقعد يتعشى بعدها مع فيرجل، واللي بيسال جيمس اذا كان قتل الشخص اللي اداله الرقم، لكن جيمس ما بيردش، فبيقول له انه عارف انه قتله لان اكيد كان عايز يقتلك، وبيفهمه ان الحكومه خلتنا بدل ما نحمي بعض بقينا نقتل في بعض وبدون سبب. ولسه بيكمل كلامه فجاه رصاصه رشقت في راسه، وبيقع جيمس على الارض وهو عارف ان فريق الاغتيال وصل، فبيروح يولع شمعه كبيره وبيفتح انبوبه البوتاجاز على الاخر، وبيسيبها على الارض عشان الغاز يخرج بسرعه، وبيسد الباب من تحت عشان يمنع تسريب الهواء، وبيطلع بسرعه لاخر دور وبيخرج من على الشجره في الوقت اللي مجموعه الاغتيال بتدخل البيت. ولما بتروح لمكان فيرجل البيت كله بينفجر وبيموتوا كلهم جواه، وبياخد بعدها العربيه وبيفضل سايق لغايه ما النهار بيطلع عليه، وبيقدر يحجز تذكره اونلاين وبيروح للفندق عشان يجهز نفسه، وبعد ساعات بيروح للمطار وبيقدر يعديه ويسافر لامريكا. ولما بيوصل بيروح لمايك وفي باله كلمته لما قال له انه لو مات لازم مراته تعرف الخبر منه هو، وفعلا بيوصل قدام البيت. وهنا كانت المفاجاه لما بيشوف مايك بيشيل ابنه وبيكتشف انه لسه عايش وقدر يخدعه، وبيفضل يراقبه لغايه ما بيخرج بعربيته الصبح، وبيفضل ماشي وراه بالموتوسيكل لغايه ما بيوصل لجراج عمومي، فبيروح وراه لغايه ما بيروح اخر دور، وفجاه بيهجم عليه مايك عشان يعرف هو مين، ولكن بيتصدم لما بيقلع الخوذه وبيعرف انه جيمس لانه كان فاكره مات زي ما قال له راستي. وبيتكلم معاها جيمس وهو متعصب وبيساله ليه كذب عليه بخصوص العمليه، فبيقول له مايك انها كانت مجرد سرقه بيانات وما كانش عارف ان كل ده هيحصل. ساعتها بياخد جيمس المسدس منه وبيزقه ناحيه العربيه، وبيعرفوا ان المهمه ما كانتش سرقه بيانات ولكن كانت سرقه علاج لفيروس خطير كانوا عايزين ينشروه عشان يكسبوا مليارات الدولارات من الناس اللي هتعاني منه. فبيحذروا مايك ان لو راستي عرف انه موجود في امريكا هيقتله هو وعيلته وانه لازم يهرب، لكن مايك بيعرفوا انه مش هيهرب وانه مفيش حل غير انه يساعده عشان يقتل راستي نفسه ويحمي عيلتهم هما الاثنين. فبيوافق مايك، وبالليل بيروح بعربيته لمزرعه راستي، وبيكون جيمس مستخبي في شنطه العربيه عشان يقدر يدخل به من البوابه. بعدها بيخرج مايك وكانه بيتكلم مع اللي قاعدين بره، وفجاه بيضرب عليهم نار وبيقتل اتنين وبيخلص على التالت قبل ما يهرب. وساعتها بيخرج جيمس من العربيه وبيروح من ورا البيت عشان يوصل لراستي اللي بيتبادل النار مع مايك، وبيقدر جيمس يدخل البيت من الباب الخلفي، فبيقتل واحد وبيشتبك مع التاني. وهناك بيتقدم مايك عشان يقتل راستي لكنه بيقدر يصيبه برصاصه، فبيقاوم مايك وبيضرب راستي في بطنه قبل ما راستي يصيبه مره تانيه، لكن المره دي اصابه قاتله. وهناك بيقدر جيمس يتغلب على الحارس رغم قوته وبيخنقه لغايه ما بيموت، وبيروح بعدها بحذر لراستي اللي بيلاقيه مصاب وبيقول له بوقاحه انه كان عايز يموت اثناء تاديه الواجب، فبيقتله جيمس قبل ما يكمل كلامه. وبيروح بعدها وبياخد مايك للعربيه وبيطمنه انه هيعيش ويرجع لاسرته، لكن مايك كان خلاص بيلفظ انفاسه الاخيره وبيطلب منه يقول لاولاده انه كان بيحبهم، وبعدها بيموت. ولما بيطلع النهار بيروح جيمس قدام بيته وبيشوف زوجته وابنه جاك وهم ماشيين، وكان سعيد انه قدر يرجع لهم مره تانيه، ولكن للاسف بعد ما حرم ابناء تانيين من ابهاتهم. وهنا بينتهي القصه.